يسعد أوقاتكم جميعا. إذا لاح نور الحق في الأفق انجلى ظلام الباطل المدعى وارتحل. كأن الشمس حين تبزغ ضاحكة تذيب زيف الليل إن قد أقبل. فلا تراهن على الباطل وإن علا، فما دام للحق رب فلن يزول. الحقيقة حبيت ابتدي الفيديو بهاي الأبيات مقدمة كتير حلو، كتير مفرح وكتير سار، حابة إني شارككم فيه. وكما يقولون إن كان للظلم جولات فللحق جولة لا محال. والحقيقة هاي الجولة إجا وقتها وإجا وقت تحقيقها. الخبر بيقول أصدرت محكمة ألمانية حكم اليوم في قضية طبيب سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها تعذيب معتقلين في مستشفيات عسكرية في سوريا في محاكمة تاريخية عقب انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. بدأت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت أم ماين محاكمة الطبيب الذي يبلغ من العمر 40 عاما في يناير كانون الثاني عام 2022، والتي امتدت على مدار 186 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهد وضحية وخبراء قانونيين. وجهت للطبيب السوري الذي تم تعريفه باسم علاء ميم وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية اتهامات بتعذيب معارضي الأسد أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق خلال عامي 2011 حتى 2012. طبعا الطبيب السوري الذي عرف عنه بعلاء ميم قام بالدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن هذه القضية هي كانت قضية ملفقة مدبرة للإيقاع به. لكن المحكمة طبعا في ألمانيا ليست مثل بقولوا جاهلة أو لا تعلم ماذا يجري خلف الكواليس. مثل ما قلت لكم بالبداية، المحاكمة كانت على عدة محاكمات، تقريبا وصلت ل 186 جلسة، يعني الأمر ما كان بالساهل أبدا لحتى يوقع هذا الحكم على هذا الطبيب. مثل ما قلت لكم الطبيب متهم بعدة تهم، منها تعذيب معتقلين، تعذيب سجناء وإلى آخره من التهم اللي أشيرت إليه وتم محاسبته عليها. طبعا الطبيب المسمى علاء ميم كان قد وصل إلى ألمانيا في عام 2015 كلاجئ سوري. وصوله لألمانيا عمل كطبيب ليكون واحد من حوالي 10,000 طبيب سوري ساعدوا في تخفيف نقص الكوادر الطبية الحاد اللي كان بالمنظومة الرعاية الطبية بألمانيا. اعتقلته السلطات في يونيو حزيران عام 2020 وظل محبوس على ذمة المحاكمات من هذاك الوقت. الحمد لله اليوم تم النطق بالحكم النهائي عليه، حكم عادل ولا تشوبه شيء. الحكم اللي تم عليه هو السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، يعني إن شاء الله إلى أبد الآبدين بالسجن، وإن شاء الله الحبل على الجرار، وبإذن الله مثل بقولوا بشرة خير، وإن شاء الله بطريق بإذن الله بالطريق الصحيح ماشيين لمحاكمة ومحاسبة جميع من اقترفت أيديهم أو تلوثت أيديهم بدماء السوريين أثناء الثورة السورية المباركة. ابقوا بخير وبصحة وبعافية. بتمنى تشاركوني رأيكم وشو شعوركم وقت اللي عم تسمعوا هيك خبر إنه الحمد لله عم يتم إلقاء القبض ومحاسبة القتلة والمجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا على مدى 14 عام في سوريا. ابقوا بخير وبصحة وبعافية جميعا، وسلام.